ما شاء الله كده معانا صدق بدون غش. ده صدق الصح. دايما يا جماعه الصبع الاحمر مبقع لب ابيض دوت، ده ما نخافش منه. طبعا صبع الصدق لما يكون احمر خالص ده نبعد بعيد عنه، لان بياخد لون وفول صويا. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. اسلم العياده يا ريس. بص الجمال. اللهم صل على النبي. صل على النبي. صلى الله على محمد. السلام. اللهم صل على النبي. تسلم ايدك يا شيخ. اللهم صل على النبي. صلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. النهارده إن شاء الله نشوف طريقة عمل الصدق البلدي في الأفراح مع الشيف محمد الجمل. طبعا احنا معانا لحمه بلدي بدون مستورد، لحمه بلدي صافي ما شاء الله، مش هيخش فيها معانا جرام مستورد. معانا التوابل توم، بلح جوز الطيب، كمون، جنزبيل، شويه فلفل اسود صغيرين. لازم يكون معانا على الفار ماشي. لازم يكون معانا على الفرن عشان كله يبقى مستوى واحد يا استاذ علي. طبعا كده ما معناش جرام مستورد، لحمه بلدي صافي ما شاء الله. طبعا يا جماعه احنا بنعمل صدق بدون غش. الصدق دايما ده اللي عند الجزار الاحمر خالص ده نخاف منه. لازم يكون في الصدق يبان الاحمر ويبان الابيض، يبان معانا نسبه الدهون ونسبه اللحم. بص اللحمه، بص التخريز. طبعا ده يا جماعه ده صدق طبيعي بدون اي افتكاسات، مفيش طبعا ولا فول صويا ولا لون ولا اي غش ولا قلوب بتتحط فيه. ما شاء الله بص اللحمه مخرزه ازاي يا استاذ علي. ما شاء الله. دي نسبه الدهون اللي بتكون موجوده معانا في الكفته هي اللي بتكون موجوده معانا في الصدق. ده الصدق الصح يا شيف. ده الصدق المظبوط. لكن الصدق يا شيف احيانا اللي بيتباع عند الجزار مثلا ب 100 جنيه دوت و 150 جنيه مش هيبقى الصدق اكيد يعني. ما بس صدق خالص ولا ليه علاقه باللحمه يا استاذ علي. بيضيفوا ايه بقى يا شيف عشان يزودوا الكميه؟ اللي بيضيف فول صويا. طبعا الكيلو بيشرب 2 كيلو ميه. زائد شويه قوانص بتاعت فراخ، شويه سمين. قوانص يا شيف. طبعا الناس بتفرح برخص الصدق، الناس ما تفرحش، ده يتعب لنا ويتعبنا ويجيب لنا المرض. يا جماعه لازم نشتري الصدق يكون مكان موثوق منه. تمام، لان احيانا الشيف بيقولوا مثلا الصدق بلدي وهو مش بلدي ولا حاجه. مش بلدي ولا حاجه. المفروض حتى لو كيلو صدق معمول صح مستورد ما يقلش عن ال 250 جنيه. الناس بقى اللي بتبيعه ب 100 جنيه اكيد فول صويا يا شيف. ملوش علاقه باللحمه، فول صويا ملوش علاقه باللحمه خالص يا استاذ علي. ايوه. دي اللحمه اللي بتنزل معانا طبعا في الصدق دي بطبيعتها، ولا احنا هنحط لون ولا هنحط اي حاجه. هنلاقي معانا صبع الصدق احمر مبقع بابيض هنا ما شاء الله، حتى شويه السمين بطبيعتهم. احنا مش هندي اي اضافات يا شيف اكتر من التوابل. اكتر من التوابل يا استاذ علي. هنعجن الخلطه بتاعتنا ونعبي في المدفع على طول ونطلع صدق نوريكم الابيض ونوريكم الاحمر. ان شاء الله. بص اللحمه وجمالها بسم الله ما شاء الله. يعني الشيف محمد ما نسترخصش لما نلاقي صدق مثلا ب 100 ب 150 ما نسترخصش. لا ما نسترخصش. لو لحمه هند يا جماعه مستورده ارضى نوع لحمه يتباع في السوق، المفروض لو بيتعمل صدق اقل حاجه يتباع ب 250 جنيه. ولازم برضو يكون مكان موثوق منه عشان اكيد ممكن يكون معبيه حاجات ثانيه برضو. اكيد على الفاضي. اكيد يا جماعه دايما لما نلاقي الصدق احمر لازم نخاف منه. ايوه. انا بحط سمين وانا ممكن ادرس سمين وبقول لك انا بعمل لحمه صافي، يبقى انا بشتغل المشاهد. تمام. هو اساسه شيف السمين واللحمه يبقوا قد بعض. السمين اكتر. لا هو كيلو 200 جرام. كيلو احمر عليه 200 جرام بوش او 200 جرام سمين. يعني مش النص بالنص. لا مش النص بالنص يا استاذ علي. ده لو عايزين ناكل حاجه صح. ايوه. احنا بنقوله المستوى اللي احنا بنشتغل بيه في الكفته هو اللي بنشتغل بيه في الصدق. ايوه. نفس الشغل ما شاء الله. بص الجمال، لحمه نازله بطبيعتها الله اكبر. مش عايزين يا جماعه ناكل صدق رخيص لان ليه اضرار كتير يا شيخ. اضرار كتيره يا استاذ علي، بنضر نفسنا. طبعا الفول الصويا دوت بينشف الميه اللي على الكلى، ده اول بند. ايوه. يعني فيديوهات الشيف اللي احنا بنشوفها مثلا من كيلو لحمه عملت 3 كيلو صدق، ده طبعا خطا. ده انت سوري في اللفظ. محدش يفرح محدش يفرح. انت شفت حد بيشتغل نفسه اللي بتقول لك انا جبت كيلو فول صويا وحطيته على نص كيلو لحمه عملت 9 كيلو صدق. سقفوا لها دي، برافو على دي بتشتغل نفسها. ايوه غلط طبعا. السمين ده يا جماعه لازم يبان معانا في الصدق عشان الصدق ما يخسش وينشف. بس انا حاسس يا شيف ان السمين معانا يعني ازيد من 200 جرام على الكيلو. هقول لك على حاجه، شويه السمين دول يا استاذ علي بيزودوا الصدق حسن، بيزودوه جمال وطعامه وريحه. لو الصدق لحمه حمراء صافيه يا جماعه هنلاقوا اللحمه حمراء ناشفه جوه فاحنا عايزين الصدق معانا يبقى شوزي طري وكمان يستوي كمان ويستوي معانا بسرعه. يبقى في نفس، في نسبه دهون جوه. هنا معانا كمون، كزبره، فلفل، شطه، طبعا غير اللي احنا التوابل اللي احنا حطيناها في الاول. في الفرن. في الفرن لازم يا جماعه الصدق ياخد كمون.
طبعا احنا قلنا في الاول حاطين جنزبيل وجوز الطيب في الفرن. هنا هننزل بالملح. طبعا هننزل بحوالي نص كيلو ملح على الكميه اللي معانا دي. دول كده قد ايه يا شيف؟ دول كده معانا يا استاذ علي، معانا 35 كيلو صدق. طبعا الصدوق ده يا شيف ما بيسردش ميه معانا. احنا ما بنحطش فول صويا عشان يشرب ميه يا استاذ علي، احنا بنعمل لحمه بطبيعتها. احيانا بعدي مثلا وبشوفه هو متعلق وعامل بحر ميه تحتيه. طبعا بيبقى الفول الصويا بتاعه مستاك في ميه، بيفضي بقى الشويه الزياده اللي هو واخدها، تلاقيه بينقط ميه. طب لو لحمه بس هنقط ميه منين؟ ما فيهوش ميه. يعني زي كده لا ما فيش ولا ميه مفيش ولا اي حاجة. ميه ولا اي حاجه خالص يا استاذ علي. كل شيف ما يشف ويشد يكون برضو اجمل. شمع بقى ولا يتقطع مننا ولا يتفرفت، حته خلطه ما شاء الله. احنا خلاص هنعبى شيف. كده خلاص هنعبى يا استاذ علي. وهفرجك على شويه صدق بسم الله ما شاء الله، حاجه تانية غير اللي انت بتشوفه خالص. وحتى لو ما شمعناش ممكن نشتغل بيه على طول كده. هنشتغل بيه على طول يا استاذ، عشان دي يا استاذ علي لحمه بلدي ولا فيها ميه ولا فول صويا تسرد اي ميه، دي لحمه بلدي على ابوها. طبعا ده الهنك يا جماعه اللي هو ال 18. طبعا احنا غاسلينه كويس وفكينه وسايبينه في الميه لمده حوالي ساعتين. لان هو بيبقى فيه ملح يا شيف. بيبقى فيه ملح، وعشان يشتغل معانا بالطريقه دي كده على طول يا استاذ علي. ايوه. بص يا استاذ علي، السمين باين والاحمر باين. طبعا عند بتوع المجمدات ما شاء الله ما بنشوفش السمين ده خالص، ما بنشوفش الا كله حاجه حمراء. ايوه. من كتر كميه اللون اللي هو بياخده. اللون والفول طبعا عشان يداريه. لكن هنا طبعا ده ما شاء الله ده صدق بلدي مش محتاج اي حاجه خالص. ربط كده يا شيف. حاجه كده ما شاء الله. طبعا طريقه التطفير يا جماعه، بنجيب هنا النص الاول معانا وبننزل هنا. طبعا صباعنا الاثنين دول بينزلوا هنا كده عشان بنفضي مكان نضفر بيه. ما شاء الله دي طريقه التطفير. بص الجمال. طبعا الصبع قد اخوه، عشان ينفع نعمل بقى صبع كبير وصبع صغير لازم يكون كله في مستوى بعض. طبعا هو الهنك عليه عامل كبير يا شيف. عليه عامل كبير طبعا يا استاذ علي طبعا، وكل ما الواحد يكون فاهم طريقه الصدوق افضل يكون بيستريح وهو شغال. ايوه. طبعا اللي مش فاهم يا استاذ علي طبعا يتابع الفيديو من البدايه للنهايه، هيشوف طريقه التتبيل صح، طريقه عمل الصدوق صح. كده الشيف محمد بيربط الصدوق ده كده يا استاذ علي صدق صح بدون غش، بدون فول صويا ولا لون ولا اي افتكاسات، لحمه بلدي صافي. دايما يا جماعه دايما صباع الصدق الاحمر المبقع بابيض دوت ده ما نخافش منه. بيبقى ده الصح بتاعه. ده الصح بتاعه. دي كده طريقه التربيط اهي. طبعا ده يتعمل معانا طواجن، يتحمر ما يتقطعش لان واخد لحمه صح. دايما يا جماعه الصبع الاحمر مبقع ابيض دوت ده ما نخافش منه. طبعا صبع الصدق لما يكون احمر خالص ده نبعد بعيد عنه لان بياخد لون وفول صويا. كده الصدق اهو بعد ما اتشمع الشيف محمد هيبدا يقطعه ويسويه. ده صدق بدون ميه يا استاذ علي بدون غش، حاجه كده ما شاء الله. ده الصدق البلدي غير الصدق البقالي. بص الجمال. طبعا الحته البيضه بيضه الحته الحمراء حمراء، طبعا عشان ما فيش لون ولا في فول صويا. احمر مبقع بابيض. بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا مش هنقطع حتت صغيره يا استاذ علي، صوابع صوابع على طول اهوت. كده الشيف محمد بيقطع اهو، هنسوي على طول يا شيف. سوا على طول ان شاء الله يا استاذ علي. طبعا هنا تشمع حاجه تانية خالص. صدق بعد ما تشمع حاجه ما شاء الله. بص الجمال. خد يا عاصم. ده صدق بتاع زمان يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. اسلم الايادي يا ريس. بص الجمال. اللهم صل على النبي. اللي صلى على النبي صلى الله على محمد. سلام.
اللهم صل على النبي. ده الصدوق الصح يا استاذ علي اللي عاملينه على ايدينا، حاجه ما شاء الله. تسلم ايدك يا شيخ. اللهم صل على النبي. صلى الله على محمد. صلى الله على محمد. صلى الله على محمد. حبيبي يا شيخ. قلبة التانية ان شاء الله على طول هننزل بالفلفل كده. الصدق معانا بعد ما استوي بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله احلى صدق جملي. ده الصدق طبعا احنا اللي عاملينه على ايدينا امبارح، ما شاء الله. التتبيله كويسه، شمع معانا كويس، ريحه تجوع، حاجه كده ما شاء الله. وكده ان شاء الله نبقى وصلنا لنهايه الفيديو. كان معانا طريقه عمل الصدوق من البدايه للنهايه مع الشيخ محمد الجمل. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وانتظرونا ان شاء الله فيديوهات جايه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.